5 علامات هيعرفوك ازاي ابنك ربنا شفاه من فرط الحركه وتشتت الانتباه. وكمان لو انت بتودي الدكتور هتعرفي ازاي ان الدكتور علاجه جاب نتيجه ولا ما جابتش. تاني حاجه، ابنك لو انت بتعالجيه في قلب البيت هتعرفي ازاي برضه، هقولك حالا دلوقتي ازاي ابنك ربنا شفاه الحمد لله ومبقاش عنده خلاص تشتت انتباه ولا فرط حركه. اول حاجه، لو لقيت ابنك بيلعب مع اصحابه بدون عنف، مفيش تشدد، بيلعب مبسوط، يبقى ابنك كده ربنا شفاه الحمد لله. قادر يذاكر وقادر يعمل ممارسه انشطه دراسيه، قادر يقعد على المذاكره وقت طويل، يبقى ابنك شفي الحمد لله. لو قادر يستمع للمعلمين بتاعته، يستمع لك انت شخصيا، انت قلت له انزل هات لي حاجه من السوبر ماركت ونزل جابها ومنساش، يبقى كده الحمد لله ربنا شفاه. ابنك عنده بدأ في التعليم عنده يعلى، بدأ يجيب درجات أعلى، بدأ يذاكر أكتر حتى لو محصلش الدرجات اللي انت عايزاها، بس بدأ يقعد مدة أكتر على المذاكرة، وبدأ يقعد مدة أكتر إن هو يستحمل يذاكر مدة طويلة عن الأول، يبقى ابنك الحمد لله ربنا شفاه. ابنك مزاجه مش زي الأول، مش سيء زي الأول، ما عندوش اكتئاب، ما عندوش انعزال، يبقى ابنك ربنا شفاه. 5 حاجات دول هيعرفوكي ان ابنك الحمد لله رب العالمين ما عندوش فرط حركه، ما عندوش تشتت انتباه. لو اتوجدوا ال5 حاجات دول في ابننا، يبقى احنا كده ابنك ما عندوش فرط حركه ولا تشتت انتباه. يعني ما ندخلش الامور في بعضيها، ونحاول نقول الحمد لله ربنا شاف ابننا بطريقه كويسه جدا جدا من فرط الحركه وتشتت الانتباه. عايز اقول لك حاجه، هنا بقى في تقول لي طب انا ازاي اعرف ان ابني عنده فرط حركه وتشتت انتباه؟ ده هتلاقوا الفيديو في اول تعريف. تانية بتقول لي انا عايزه اعرف علامات فرط الحركه وتشتت الانتباه، برضه سايبه لكم تعليق. هنا الحاجات دي لو لقيتيها في ابنك قبل ما تروح الدكتور، برضه ابنك كده الحمد لله ما عندوش لا فرط حركه ولا تشتت انتباه، الدنيا معاه زي الفل. خلاص. ده فيديو التالت. من عملت جزء اول وتاني والتالت عشان الموضوع ده مهم جدا واتسالت فيه كتير جدا. مستنياكم ان شاء الله في فيديو تاني. حبايب قلبي استودعكم الله، ما تنسوش المتابعه واللايك والكومنت الجميل ومشاركه للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في خير. مس ايمان.